صديقي الفنان المخرج حمدة أبو العيلة، أحد فنانينا في العين والقلب. كنت بكلمك على فرقة المسرح اللي النقابة بصدد عملها، فلقيتك معترض عليها، يعني مش فاهم ليه يعني. لا، أنا مش معترض. أنا بقول إيه الهدف؟ لابد أن يكون لشيء هدف. فأنا الهدف من فرقة مسرحية في الوقت ده للنقابة، ما أعتقد يعني أن الأجدى أن أنا أعمل إنتاج فيديو ويكون تخصص حصيلته لليتامى أو الموتى أو اللي عندهم حالات حرجة من أعضاء النقابة، لأن طبعا النقابة إمكانياتها في التحصيل قليلة جدا، فلا بد إن احنا ندعم النقابة بمشاريع مثل هذه المشاريع. طيب، هو الغرض من الفرقة دي ان هو إلقاء الضوء على بعض الفنانين من خلال العمل، هيبقى والفرقة دي واخدة دعم من وزارة الثقافة. يعني النقابة مش هتتحمل شيء، كويس. يعني هتدي فرصة للفنانين زي بالظبط الورش الفنية اللي بقت متواجدة دلوقتي في كل حتة، وكل الناس هواة. كويس. فالناس الأعضاء قال لك طب يعني جحا أولى برحمة طوره. كويس. يبقى أنا أدي فرصة لابني وبنتي الموجودين في النقابة، وأديهم فرصة بدل ما يبقى أنا. ايوه، ايه حيثياتك؟ يعني مين اعضاء النقابه؟ 5000. مين اللي هيشتغل؟ وايه نوعيه اللي هيشتغل؟ ومين اللي هيخش الورشه؟ ومين اللي هيخرج؟ ومين اللي هيالف؟ ده موضوع يعني ده موضوع تاني، ده هيتعمل. لا، ده موضوع مهم. ماشي، ما ده هيتعمل. انت ده عشان بدايه بس التكوين. اللي حصل قعده امبارح، وكان في اكتر من 16 زميل وزميله، وقعد واتحط خطوط عريضه، وهيتم ده كل المساله دي الاداره والمش عارف ايه ده اول عمل هيتعمل، ومش هيتعمل عمل واحد وبعدين كده السلام عليكم. لا، هتبقى اعمال متواليه، وهيبقى ماشيين في خطوط متوازيه. يعني حمدي بيخرج بيمثل، مش عارف محمود بيعمل كذا كذا، بحيث ان ده يخلص ده يعرض، ده يخلص ده يعرض. وهيتعمل احتفاء بكل الناس اللي هتعرض ده، عشان اديلهم الفرصه ان هم يتعرفوا بشكل محترم على المخرجين والمنتجين. والله انا شايف ان النقابه دورها في انها تعرف الفنان بجهات الانتاج. دي مسألة سهلة، هم عاملين على الانترنت موقع للفنانين وعاملين، هم عاملين بدورهم. لكن الشيء المهم جدا ان جهات الانتاج نفسها ألقت بالنقابة عرض الحائط، ولا تفاعل دور النقابة مع جهات الانتاج. بمعنى ايه القت بالنقابه عرض الحائط؟ يعني لا، يعني بتخش في اي لوكيشن او اي عمل بتلاقي فيه 10% اعضاء نقابه و90% مش اعضاء نقابه. طب انت كاحد الاعضاء ما بلغت؟ شفت واقعه ابلغ ايه؟ واقعه ايه؟ هي دي واقعه خاصه بيا؟ دي واقعه خاصه بكل الناس ومعروفه لكل الناس ولاد الناس. الله، شوف المشاهد اللي على الفيديو نفسها، بيبقى في واحد عضو مجلس اداره ومعاه 5 مخالفين. ده في المجلس الجديد ولا في المجالس في كل المجالس. لابد ان تكون هناك وقفه حقيقيه، وقفه حقيقيه، لان يكون النقابه لها دور فعال في التشغيل وتنفذ اللائحه ويتنفذ القانون. انا مش بطالب اكتر من كده، انا عايز تنفيذ اللائحه وتفعيل اللائحه وتفعيل القانون. انما كده عاطل مع باطل، وبعدين الناس اللي بتخرج عاطله مع باطل دي. الاخراج ليه قواعد وفيه لائحه بتنظم الاخراج. فجاه ابص الاقي واحد ملوش اي لازمه بيخرج، حد لسه متخرج النهارده وبيخرج. بأمارة ايه؟ الاخراج ده مش متاح لكل واحد. في قوانين شرعيه للاخراج. انا بضرب مثل عشان انا مخرج. الاخراج ببص الاقي ان عاطل مع باطل بيخرج. اين دور النقابه؟ في البيت الفني للمسرح في 30 40 واحد بيخرجوا مش اعضاء نقابه، مش قصدي مش اعضاء شعبه الاخراج. يعني على سبيل المثال ما نقول اسامي يعني موقعة. انا مش هقول اسامي يا استاذ محمود، انا مش، ما هو ده معروف لي. هو انا اقول كلام مش معروف؟ انا واحد من الناس بشتغل في بيت فن المسرح، ما اعرفش مين شعبة الاخراج. لا، اعرف بقى حضرتك دوره، هتعرف ان في ناس لسه ملهاش حق ان هي تخرج، لان شعبة الاخراج دي لها قواعد ان يكون عامل دراسات عليا في الاخراج، واساسا يكون ساعد في 5 اعمال على الاقل، وكتب فيه تقارير وعمل بحث في الاخراج. دي اللائحه بتقول كده. يا متى يغيروا اللائحه؟ لائحه الشرف بتاعت النقابه بتحدد شعبة الاخراج بنقط محدده. هذه النقط غير متحققه في الناس اللي بتخرج. طب يعني انت عايز دلوقتي النقابه تنتج فيديو، وانت عارف الفيديو دلوقتي يمكن يعني انت تنتج حاجه من النقابه عايزه ماليات كتيره جدا. لا يا حبيبي، في حاجه اسمها منتج منفذ او منتج مشارك، والمسائل دي يعني سهله قوي ان هي تتعمل من خلال النقابه. سهله. انا بتكلم على ان انا عايز ادعم صندوق المعاشات وصندوق الاعانات بتاع النقابه. لابد ان يكون لنا دور. النقابه لوحدها مش هتقدر تفعل ده، لازم احنا نبقى لنا دور. ان شاء الله رب نعمل يوم في السنه
نعمل بنص اجر. يوم في السنه كل العاملين في مصر في المجال الفني يشتغلوا بنص اجر لصالح صندوق الاعانات، بلاش اقول لك انتج، لصالح صندوق الاعانات والمعاشات. احنا عندنا حالات صعبه جدا، والحالات دي لازم نقف جنبها، والنقابه لوحدها مش تقدر تقف. ليها طاقة. ميزانيه محدوده وليها طاقه. في واحد ميزانيه علاجه بتصل مليون جنيه، نعمل له ايه ده؟ النقابه هتعمل ايه؟ ما هو برضك هم معذورين، عشان بس ما نحطهمش في ايه، في خانه اليك. لازم برضك يبقى في تفعيل لادوار اخرى. نعمل يوم كده اسمه يوم الوفاء، يوم الصداقه، يوم الزماله، يتطوع كل من يعمل في الاذاعه والتلفزيون والمسرح في هذا اليوم بنصف اجر، والنص الاجر الثاني يتوجه يوم يا اخي في السنه. انا بقولش 10 ايام، يوم في السنه. ده احنا حاولنا يا استاذ حمدي نزود بس الرسم النسبي اللي هو المخصوم من المنبع، قال لك ده محتاج قوانين ومحتاج ما عشان ده مش اللي انا بقوله ده مش محتاج قوانين. انا بتبرع هنا نص اجر في يوم في السنه، هنختاره يوم في السنه على جميع مستويات العمل الفني في مصر، سواء كان اخراجا او تمثيلا او ديكورا او الى اخره، او شهر. في خلال الشهر ده الناس اللي هتشتغل هتبقى عارفه ان هي بتشتغل بنص اجر عشان خاطر صندوق الاعانات والمعاشات بتاعت النقابه او الحالات الحرجه. عموما اخ حمدي ابو العلا، يعني احنا بنرحب بيك في فنانون في العلم والقلب، وشكرا للمداخله دي، ونتقابل على خير بامر الله. شكرا.